السلام عليكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل حاجه بسيطه قوي ووصفه بسيطه جدا ومش مكلفه خالص، وزي ما انتوا شايفين كده في العنوان ان احنا هنعملها بكوبايه دقيق بس، وبطريقه سهله جدا ومكونات بسيطه. فاحنا دلوقتي هنعملها اهوت كوبايه دقيق ونص كوبايه سكر ومعلقه سمنه بس. كل المكونات موجوده في البيت، يعني ممكن لو انتوا ما عندكيش دقيق بس هو الدقيق اللي تشتريه والباقي كله هتلاقيه عندك. بصوا يا جماعة، احنا دلوقتي هنحط الحلة بتاعت اللي هنعملها الوصفة ديت اهوت، وهنسيبها لو فيها مية او حاجة تنشف من المية عشان هنحط السمنة. وفي جهة تانية ان احنا هنحط المية، هنحط في حلة تانية كوبايتين مية ونص كوباية السكر اللي احنا محضرينها اهوت، نص كوباية السكر اللي احنا محضرينها، وهنقلبها تقليبة. كل ده مش على نار طبعا كده، وهنسيبها بقى نسيبها لحد ما نعمل الخلطة دي. اول حاجة هنا نحط معلقة السمنة، وهنسيب معلقة السمنة تسيح خالص كده. وبعد ما معلقة السمنة تسيح خالص كده وتسخن شوية كده، وتبقى ان هي ايه اللي هي دافية كده يعني، هنقلب فوقيها كوباية الدقيق اللي احنا محضرينها. طبعا يا جماعة الأكلة ديت مش مكلفة خالص وبسيطة جدا، وكل مكوناتها موجودة في أي بيت طبعا، ومش هتحتاجي ان تشتري حاجة. يعني مثلا انتي عندك الدنيا شتاء، عندك اي حاجة في الساعة في الجو الوحش اللي احنا فيه دوت، محدش هيقدر ينزل يشتري مثلا اي حاجة الصبح كده. وطبعا بدل ما تجيبي كل يوم فلافل وكل يوم فلافل نجيبها، والفطار المعتاد بتاع المصريين كده طبعا اللي هو كل يوم فلافل. فاحنا هنبدل الموضوع دوت ان احنا نغير في الاكلات، حتى ما ناكلش فلافل كل يوم. يعني ممكن الاكلة ديت تعمليها في يوم، تجيبي مرة تانية فلافل في يوم، تغيري في الاكلات يعني. بس والفلافل طبعا غليت قوي وبقت عشان تجيبي كمية كده يعني تكفي كل اللي موجودين، فانت بتحتاجي انت تجيبي فلافل بفلوس كتير قوي. فاحنا كده هنبقى نوفر شوية، يعني ان احنا نعمل الأكلة ديت الموفرة اللي مش هنستخدم لها حاجات كتير وحاجات بسيطة وموجودة في كل بيت. ومش يعني دي كلها ممكن ما تتعداش ال10 جنيه اصلا الأكلة الجميلة دي اهوت. احنا كده حطينا كوباية الدقيق على معلقة السمنة. جماعة اهم حاجة تعملوها بسمنة بس، متعملوهاش بزيت، علشان الزيت هيخلي طعمها كأنها محروق، لكن السمنة بتخلي طعمها حلو. كل دوت كده هيبقى على نار هادية. هي كلها على بعضها هتاخد معاكي بتاع ربع ساعة، يعني مش تاخد معاكي كتير، هو ربع ساعة بالظبط كده وتكون الأكلة جاهزة ومفيهاش أي حاجة، وبسيطة وسهلة ومش مكلفة طبعا. اهوت كده المية بسكر هنقلبها بس شوية كده. هي طبعا مش محطوطة على نار ولا حاجة، مية عادية وفيها نص كوباية السكر، ونقلبها بس عشان السكر يدوب شوية في المية، على ما الدقيق دوت كده يخلص يتحمر يعني كده شوية ويبقى لونه أصفر. بصوا يا جماعة، يلا هو ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب، اللي هو اشتراك، تضغطوا على علامة الاشتراك وتكتبوا لي كومنتات كتير وتعملوا لي لايكات، وتضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكوا اي حاجة جديدة انا بنزلها. وانتوا لو محتاجين اي حاجة تانية قولوا لي طبعا في الكومنتات، وانا هعمل لكم اللي انتوا عايزينه. وانتي طالما عندك دقيق وسمنة وسكر، يبقى لازم تعملي الوصفة دي وتجربيها وتقولي لي رايك ايه، وتكتبي لي كومنت حلو كده وقولي لي رايك ايه فيها، عجبتك ولا ما عجبتكيش. هنا الدقيق دوت لازم وانتي بتقلبي فيه كده تفكي اي حاجه متكلكعه، اي قرابيس اي حاجه، علشان القرابيس دي بتبقى جواها سمنه. واحنا طبعا لما نفكها السمنه اللي فيها كده هتروح على المكان اللي مجالوش سمنه في الدقيق وكده هوت، عشان برضو ما تيجي تاكليها ما تلاقيش كده مكتله معاكي او فيها حاجه. عشان تبقى حلوة معاكي وطعمها جميل لازم تفكي اي حاجة متقربصة فيها. اهو يا جماعة احنا عملناها عملناها في اليوم، كانت الدنيا شتا جدا امبارح، طبعا اكيد كلنا شفنا الشتا بتاع امبارح.
الدنيا كانت شتا قوي ومكانش حد قادر ينزل يجيب اي حاجة من تحت من الشارع. محدش قادر ينزل خالص ومحدش عارف ينزل اصلا من الشتا مبطلش من الساعة 7 الصبح لحد الساعة 3 العصر كده. احنا قاعدين طول الوقت ده في الشتا ومحدش فينا عارف ينزل من البيت. فقعدنا نفكر بقى نعمل ايه في الوقت دوت وهناكل ايه. طيب نفكر نعمل حاجة من الاكل اللي في البيت. فلقينا عندنا دقيق ولقينا عندنا سكر ولقينا عندنا سمنة. قلنا خلاص كل الحاجات عندنا نعمل الطريقة ديت وطعمها جميل وكمان بتدفي كده بتحسي تاكليها كده تشبعي. واحنا طبعا في الساعة طول النهار عايزة تاكلي كده وسقعانة وعايزة تاكلي. فانت تيجي تاكليها بتشبعي كده على طول وتحسي ان انت بقى واكلة ايه يعني واكلة حاجة ياما قوي. الاكلة دي اصلا عندنا في البيت كل اخواتي بيحبوها. فعشان كده ماما بتعملها لنا لما بتلاقي محدش قادر ينزل ولا اي حاجة فبتضطر ان هي تعملها علشان احنا برضو بنحبها يعني. بصوا بقى يا جماعة الدقيق اهوت بيبتدي يحمر واحدة واحدة. وانا كل دوت موطيه النار علشان ما يتلسعش يبقى طعمه فيه لسعة. لازم يكون الدقيق على نار واطية خالص كده. بصوا واحدة واحدة هو بيحمر. وطبعا لونه هو بقى اغمق عن الاول. كان الدقيق طبعا ابيض. بصوا هو بيغمق واحدة واحدة. جماعة اللي مشتركش ينزل يشترك لي ويضغط لي على زر الجرس ويعملي لايك ويكتب لي كومنت جميل كده. ولو محتاجين حاجة تانية قولوا لي برضو وانا هعمل لكم اي حاجة انتوا محتاجينها. ولو عايزين فيديو تعريفي وتعرفونا مين وكده قولوا لي برضو وانا هعمل لكم كل الفيديوهات اللي انتوا عايزينها. واي حاجة عايزينها قولوا لي عليها في الكومنتات وانا ان شاء الله باذن الله ربنا يقدرني عليها وهعملها لكم. بس اهوت كده القرابيس كلها فكيناها علشان ما يبقاش طعمها وحش واحنا بناكلها. وعايزه اقول لكم برضو ان الاكله ديت بجد بيبقى عارفين طعمها شبه البسكوت كده. طعمها بيبقى جميل قوي يا جماعه والله انتوا حتى دوقوها وقولوا لي رايكم ايه. بصوا يا جماعه اهوت هي بتحمر واحده واحده. انا ممكن كنت عليت النار طبعا وخليتها بسرعه يعني تعمل تحمر بسرعه. بس انا مرضتش ان انا اعلي النار علشان ما تتلسعش زي ما قلت لكم يبقى طعمها مش حلو. وغير كده ان انا برضو كنت ممكن اقص في الفيديو كده وما اطولهوش عليكم. بس في نفس الوقت مش عايزه اقصه علشان انتوا لما تيجوا تعملوه هتلاقوا الوقت بتاعكم اطول من الوقت اللي انا عملته. فهتضطروا ان انتوا تعلوا النار فانا مش عايزه الوقت ده خالص. مش عايزاكم تعلوا النار خالص وعايزاكم يبقوا على نار واطيه وتستنوا واحده واحده معاها. وهي يعني هتتعمل مش هتروح في حته ان هي هتتعمل كده كده وهتبقى حلوه. بس لازم توطي النار عليها عشان تبقى حلوه. انا حاجه هو باكد عليها لازم توطي النار عشان ما تبص منكم وترجعوا تقولوا لي انتي قلت لنا على وصفه بايظه. لازم توطوا النار. وبعد كده يا جماعه هناخد الميه بسكر اللي احنا حطينا دول كوبايتين ميه وعليهم نص كوبايه سكر. هناخدهم وهنحطهم على الدقيق اللي اتحمر هو بقى احمر شايفين لونه.
هو ده اللون اللي احنا محتاجينه. وبعد كده هنقلب كل المية اللي احنا عملناها دي على الدقيق، نقلب كده ونقلب نقلب ونقلب بس. وكده قلبنا الكمية بتاعتنا، وبعد كده هنقعد بقى هنقلب بقى كده. بصوا بقى بقت جميلة ازاي، طرية كده وحلوة، شايفين اهي كده احنا عملناها. بس بقى لازم تبقى على النار شوية كده، هي على النار برضو احنا سيبينها على نار واطية، ان احنا هنقلب فيها بس كده تقليبة بسيطة وهي على النار. وبعد كده هنطفي النار عليها كده. انا هو ضفت بقية المية، انا كنت ضايفة نص وكنت ايه وقلبت شوية، وبعد كده ضفت النص تاني عشان تبقى طرية معايا. بصوا المية بتخليها طرية قوي كده وطعمها جميل جدا. يعني كل ما تبقى سايلة اكتر تبقى طعمها احلى. بصوا بقى الجمال. اهي يا جماعة اكلة بسيطة ومش مكلفة وبطريقة سهلة جدا وطعمها تحفة طبعا، واكيد انتوا هتجربوها وتقولي لي رأيكم ايه. اهو كده هي كده خلاص استوت. بصوا كده دقناها لقيناها حلوة، فخلاص كده هنطفي النار عليها. بس كده بقى احنا كده طفينا النار وهنغرفها كده، غرفناها في الطبق اللي احنا